يلا. وقف. رخصك يا ابني. محمل ايه؟ محمد فاكهه يا بيه. طب انزل افتح الصندوق وريني. انا قلت لك محمد فاكهه يا بيه. شامم ريحه فاكهه، شامم ريحه عفشه. اطلع نزل الاقفاص دي. يلا يلا نزل بسرعه. استنى. سعد بيه، مش بقول لك شامم ريحه عفشه؟ منصور، الباب بيخبط. صباح الخير يا قمر. جيت تلاقيها حماتك. دي قصده بقى. تفتكري؟ مش عارفة، هي أمك. والله يا تطلع من أمي هاتي. حاضر. صباح الخير يا عريس. صباح الفل. صباحية مباركة. تسلم يدك. شد الباب في ايديك. خشي. شكلنا ظلمناه. ازيك يا هتلر بيه؟ تعبتوا نفسكم ليه يا سعادة الباشا؟ انتوا قلتوا ابعتها لكم لحد عندكم. لا ما تتعبش نفسك، احنا بنعرف نشوف شغلنا كويس. يلا بينا. بس ما قلتليش يا منصور، هي صابة ما بتتكلمش بدوي ليه؟ صحيح يا منصور، أنا كنت عايزة أسألك السؤال ده. تتكلمش بدوي عشان امها كانت عايشه في اسماعيليه كتير وهي عاشت معاها فتره. عشان كده. حبيتوها يا بنات؟ جوي، شكلها بنت أصول. ايوه، وتخش القلب كده على طول، تحسها مننا. انا كنت متاكد انكم هتحبوها رغم اني كنت شاكك بصراحه. ربنا يسعدكم يا حبيبي. عقبالكم يا حبايبي يا رب. امين يا رب. ربنا يطمني عليكم يا رب. دي الطبنجة بتاعتك؟ ايوه هي. ودي مرخصة بقى؟ مرخصة يا فندم، ورخصتها موجودة حضرتك. انت عارف ان مريم اتقتلت برصاص طبنجتك؟ ازاي يا فندم؟ هي نفس الطلقات اللي استخرجوها من جثتها. استحاله. استحالة. طب والدم اللي في عربيتك؟ ما عرفش عنه حاجه. ما هو طلع نفس دم مريم برضه. اكيد في حاجه غلط. اكيد في حاجة غلط، زي بالظبط الرصاصة اللي خرمت الكرسي بتاع عربيتك وطلعت من نفس نوع الطلقات اللي قتلتها. يا فندم أكيد زين القناوي هو اللي دبر كل ده. زين القناوي؟
وهو زين القناوي اللي ضرب عليها نار بطبنجته، وهو اللي حط دمها في عربيته، ويعمل اكتر من كده كمان معايا. طب وعامل المزلقان؟ عامل المزلقان شهد انك عديت المزلقان قبل وقوع الجريمه بوقت قصير، وكانت قاعده جنبك القتيله، وبعد ما سمع صوت ضرب النار بدقايق لقاك معدي المزلقان بالعربيه لوحدك. انا بقالي اكتر من سنه ما عديتش المسلقات. ايه ده؟ بقول لسعادتك ما قتلتهاش. ايه ده يا مسعد بيه؟ كيف؟ اهدى كيف؟ ايه ده؟ النيابه بتوجه لك تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. وانا بقول لسعادتك اني ما قتلتهاش، ما قتلتهاش يا عالم. ايه ده يا مسعد بيه؟ قررنا نحن ومصطفى مدكور وكيل النائب العام حبس المتهم مسعد هتلر الطحاوي 15 يوما على ذمة التحقيق، ويراعى التجديد في الميعاد. مش هتقوم تاكل؟ طب نجيبوا لك الاكل على السرير. طب قوم اخرج بره شويه، انت ما خرجتش من الصبح. طب والله العظيم لو كانت القعده بتاعتك دي هتعمل حاجه كنت قلت لك افضل قاعد كده ما تقومش، بس هنعمله ايه؟ قدرنا كده. بطلي خوت، انا مش ناقصك. اخرجي وسيبيني في حالي. حاضر يا اخويا، هنطلعوا عشان ترتاح. انا هتجن يا ولد، انت يا اما مخبول يا اما مخبول. مخبول ليه ياما؟ عشان عايزه اتجوز؟ لا، انت مش مخبول عشان عايز تتجوز، انت مخبول عشان عايز تتجوز اخت اللي انت المفروض بتحبها. ياما ما انا حلتها لك اهو واخترت صفيه، ولا هي صفيه كمان عليها مشاكل؟ فجأة كده على غفلة حولت من ليلى لصفية؟ يا ولدي هو انت قلبك ده ايه؟ بالزراير؟ صراحه اخترت اللي هتريح لي دماغي. طب واللي هتريحك دي اخطب هاني بنهي وش، اقول لهم ايه؟ اقول لهم ابني ملقيش فايده في بلح الشام جري ورا عنب اليمن؟ ما تقلقيش ياما، الموافقات اتاخدت خلاص. اها، طب صفيه وقادرين عليها. هقول ايه هاني الجليله؟ ده قالت لي ولدك من طريق وبناتي من طريق. ان كان على مرت عمي فطايره من الفرح وهتشوفي بعينك. لا حق، ده المجانين في نعيم. حبيبتي. لا انا مش حبيبتك، والحاجه الوحيده اللي خلتني اوافق اشوفك ان انا فعلا عايزه اسمعها لك بودانك. طلقني. لا يا علي، مش هينفع اطلقك وانت عامله كده. وانا عامله كده؟ وانا من غير رجلين قصدك؟ عليا عشان خاطري انت يا ياسر، عشان خاطري خلصني من الموضوع ده. لو عندك كرامه يا ياسر، لو سمحت ابعد عني.